ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده معادنا مع احداث الحلقه التانية من مسلسل امي، مفاجآت قويه وحصريه. تابعوا معايا واشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوها. سلمى بتودي الاولاد على المدرسه وبيقعدوا يتعشوا، وبتقول لهم ما يدخلوش المطبخ ابدا لان هي لازم تخرج دلوقتي. سلمى بتشتغل في مطعم بالليل عشان تقدر تجيب كل احتياجات اطفالها. كانت خايفه عليهم وقالت لهم ما يدخلوش المطبخ ابدا، وهتحط لهم كل حاجه قدامهم. وكمان بنتها كانت زعلانه جدا وقالت لها ما تضايقيش يا حبيبتي، انا بشتغل عشان اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزاه وكل اللي نفسك فيه. سلمى بتخرج على طول على المطعم، وبعد كده بتبدا ان هي تشتغل وتشوف طلبات. سلمى بتشتغل الصبح في المصنع وبالليل في مطعم علشان تقدر تكفي احتياجات اولادها. سلمى بتروح على البيت وبتلاقي الدنيا ضلمه واولادها مش موجودين، كل واحد بعيد عن التاني، وبتلاقي ابنها شادي بيبكي وبتقعد تهديه وبتقول درجه حرارتك مرتفعه ولا مالك، لكن قال لها ان الدنيا ضلمه وكان خايف كتير، كهربا كانت قطعه والاولاد كانوا خايفين ومرعوبين وكمان كانوا قاعدين بيعيطوا. جت بعد كده الجاره هايفه وقالت لها لما انتي مش قادره تربي الاولاد ليه بتجيبي وبترمي؟ وهزقتها طبعا على ان هي سايبه الاولاد لوحدهم. وطبعا حاولت سلمى ان هي تهدي الاولاد وتقول لهم ان هي معاهم ومش هتسيبهم ابدا تاني، وحاولت انها تهديهم. في المصنع بتفكر انها تروح وتغير ميعاد شغلها في المطعم، وبالفعل راحت على طول لصاحب المطعم. سلمى طلبت ان هي تغير الميعاد وانها تيجي في وقت بدري شويه علشان بالليل بتسيب الاولاد لوحدهم. قال لها تمام، هظبط كل حاجه وهرد عليكي. نرجع بعد كده وبنشوف سلمى اللي كانت موجودة في البيت بتتكلم مع أولادها، وأولادها كانوا مالين جدا وزهقانين. قالت لهم أوديكوا على الملاهي مدينة الألعاب، وبالفعل أخدتهم على هناك وكانوا مبسوطين جدا. لعبوا وكانوا سعداء، كان نفسهم جدا في التفاح أو السكر الأحمر ده، لكن طبعا سلمى مش معاها فلوس تجيب، فكانوا قاعدين بس بيتفرجوا عليه من بعيد. وكانت كمان ما جابت لهمش أكل علشان ياكلوا زي الأطفال. وطبعا البنوتة قالت ان اكيد المجدرة هي احلى اكلة، صح يا ماما؟ قالت لها ايوه صح، انت عندك حق فعلا. وطبعا هي مش قادرة اصلا تجيب لهم احتياجاتهم ولا اي حاجة بيطلبوها. وبتيجي بعد كده واحدة صديقة جولي وبتتكلم معاها، وبتلاقيها لابسة فستان حلو كتير ولابسة حلو يعني بالشكل ده هي ومامتها. والام بتعزم الاولاد على التفاح الاحمر ابو سكر ده. طبعا بعد اذن سلمى، سلمى بتوافق على طول والاولاد بيكونوا فرحانين جدا ان هم هيدوقوا الحاجه دي. قاعدين بعد كده بيتكلموا ان المجدره اكله حلوه كتير، وجولي بتحكي لمامتها عنها وقالت لها طبعا باباكي كان بيحبها جدا. قالت لها وانا كمان بحبها. فلاش باك كده بنشوف ان لما كان جلال عايش وموجود كان شايل جولي وهي صغيره وكانت تقيله عليه وبيقول بتاكليها ايه. سلمى قالت انت اللي بتاكلها مجدره كل يوم وانت السبب في وزنها ده. قال ان هو نفسه يعيش علشان خاطر يكونوا سوا مع بعض ومش متخيل ان هو يبعد عنهم. قالت له ما تقولش الكلام ده وبعد الشر عليك. ده كان في فلاش باك، وكانت سلمى سعيدة جدا مع جلال، لكن من الواضح في مفاجآت قوية هتنكشف في أحداث الحلقات الجاية. بتروح بعد كده المصنع وبتكون متضايقة وبتقول لصديقتها ديما إن هي بدأت تغير الوقت اللي بتروح فيه على المطعم علشان خاطر الأولاد ما يقعدوش لوحدهم الفترة دي. وبعد كده ديما فرحتها إن هي خلاص هتتجوز هي وفراس، وكانت مبسوطة لها جدا وباركت لها طبعا ان هي خلاص هتتجوز. وكانت فرحانه وبتبكي. قالت لها ليه بتعيطي؟ امي ما عملتهاش. قالت لها انا بعمل كده لاني انا ما فرحتش بقالي كتير، كان نفسي افرح جدا. راحت بعد كده سلمى تجيب الاولاد من المدرسه، لكن في رقم بيتصل بيها. طبعا هي مش عارفه الرقم ده مين، فبتفتح فكان مدير الجمعيه اللي المفروض راحت علشان خاطر تستلف منهم. لكن ساعتها طبعا كانت يعني بتقول لهم خلاص خلاص انا جايه دلوقتي. وبالفعل راحت على طول على بيت مامتها هويدا، وهناك جوز امها المعلم نادين. الأولاد راحوا طبعا ما كانش يعرفهم في البداية، وبعد كده بدأ يتعرف عليهم وكمان اكتشف ان سلمى هي اللي موجودة معاهم وعرف ان دول أولاد سلمى. رحب بيهم كتير ودخلهم على طول. وسلمى طبعا كانت جاية علشان تتكلم. سلمى كانت جاية علشان خاطر تتكلم مع مامتها هويدا وما كانتش موجودة، ونادين بيقول ان هي دلوقتي بقت هاوس كيبر كبيرة وبقت مديرة يعني. وقعدوا يتكلموا شوية، وكمان اكتشفت سلمى ان جلال كان موجود هنا قبل الحادث، وان كانت مامتها مدياله كيس من الكمثرى قبل ما يمشي. وطبعا ساعتها استغربت لانها ما كانتش تعرف اصلا ان جلال كان موجود هنا قبل الحادث، فطبعا كانت مستغربة كتير. وكانت مستنية مامتها علشان تتكلم معاها بخصوص الموضوع ده. وبالفعل جات الأم وقالت مين الأطفال الحلوين دول، ما كانتش تعرفهم. نديم قال لها إن دول بيكونوا أولاد سلمى. هو ده طبعا أول مرة تشوف أولاد سلمى واستغربت جدا، ولما شافتها سلمى كانت عينيها فيها دموع. جات الجدة وادت لهم حاجات يعني حلوة علشان ياكلوها، وكمان رحبت بيهم كتير، لكن من الواضح إن في سر في حياة سلمى
مع مامتها. كانت جايه علشان تتكلم معاها وقالت لها انا مش جايه عشان اتضايف، انا جايه عشان خاطر اشوف الموضوع بتاع الجمعيه، انا كنت عايزه اخد فلوس من الجمعيه كمساعده. رفضوا، قالوا ان في واحده هي اللي هتساعدك والواحده دي هي انتي، وطبعا انا مش عايزه مساعده منك، فيا ريت تكلميهم وتقولي لهم ان انا مش محتاجه منك مساعده، خليهم يدوني المساعده دي لاني محتاجاها فعلا. انا ام دلوقتي ومعايا الاولاد، وطبعا محدش حاسس بيا وانا بربي الاولاد لوحدي ومحتاجه فلوس، والمفروض انك انت المفروض انك ما تقفيش وتعطلي لي يعني الفلوس اللي جايه لي دي. وبيبدا نديم يتعرف على الاولاد وبيعلمهم الشغلانه بتاعته وبيقعدوا يعني ينسجموا معاه. طبعا هنا فلاش باك لجلال وسلمى هما مع بعض طبعا قبل الحادث، وبتفتكر ذكرياتها معاه وبتقول لمامتها ان هي بتتهم امها ان هي اللي قتلت جلال جوزها. وطبعا كانت صدمة الام قوية جدا لما شافت سلمى بتتهمها وبتقولها انت سبب في كل اللي حصل لجوزي، لان هو كان عندكم هنا واخد منك كيس كمثرى، وانا عرفت بعد كده ان هو مات وهو بيلم كيس الكمثرى. وبعد كده وقع على في البحر يعني على طول. وطبعا مشيت على طول وهي متضايقه. وساعتها ميرنا روحت على البيت ولقيت رسم اطفال وسالت الاب والام رسم مين ده، قالوا لها ان اختك كانت هنا وسلمى كانت موجوده. طبعا بتصدم وبتزعل جدا، من الواضح ان ميرنا مش بتحب سلمى وبتغير منها جدا جدا. بتخرج بعد كده سلمى مع الاولاد وهي متضايقه كتير وبتكون بتفكر في كل اللي حصل. والاولاد بيقولوا ان يعني جده نديم وكمان تيتا هويدا بيحبوا بابا كتير. ساعتها طبعا يعني كانت نفسيتها تعبانه ووقعت على الارض وهي بتبكي وبتعيط وكانت مصدومه كتير جدا، وبنتها قربت منها وحضنتها حاولت ان هي تهديها. روحت بعد كده على البيت سلمى وكانت عايزة بعض الاحتياجات ومش معاها فلوس، قررت تبيع الكاميرا بتاعت جلال وقعدت تعتذر كتير، وراحت على طول علشان تبيع الكاميرا وتشتري بيها خضار وفاكهة. والأولاد كانوا فرحانين جدا جدا إن الأم هتروح وهتجيب لهم كمان اللي هم عايزينه وهتجيب لهم موز وفواكه، فكانوا مبسوطين جدا جدا. عادل بيتكلم مع سلمى وبيقول لها خلاص بابا وافق انك انت تشتغلي عندنا وتخدمي في البيت مقابل انك ما تدفعيش الفلوس بتاعة الإيجار. ساعتها بتقول له انا موافقه تمام، لكن كان الشرط ان اولادها ما يكونوش موجودين معاها. قالت له ماشي، وراحت معاها على البيت وكانت خايفه جدا وقال لها ان ماما موجوده جوه. فدخلت وكانت برضو خايفه، دخلها مكان وقال لها هنا حاجه التنظيف تقدري انك تاخدي اللي انت عاوزاه وتبداي انك تشتغلي. مره واحده دخل عليها، طبعا كانت مصدومه، دخل عليها مره واحده المكان اللي هي فيه وقفل الباب، وطبعا كانت خايفه يعمل لها حاجه وكانت يعني بالشكل ده. هنشوف طبعا ايه اللي ممكن يحصل لها في الحلقة الجاية. وكده لخصنا مع بعض أحداث الحلقة التانية من مسلسل سلمى. اشتركوا في القناة واستنوا كل جديد عن المسلسل، واستنوا باقي الحلقات واكتبوا رأيكم في التعليقات. باي باي.